اليوم قصتنا هي قصة النبي لوط عليه السلام. لوط عليه السلام كان نبيا من الأنبياء في الإسلام، وقد أرسل إلى قومه في مدينة سدوم لدعوتهم إلى الطريق الصحيح وتحذيرهم من الشرور والمعاصي التي كانوا يمارسونها. كان أهل سدوم يعيشون في ظلم وفساد، حيث انتشرت بينهم الشذوذ الجنسي والقوة والجهل. لم يكونوا يؤمنون بالله ولم يتبعوا الأوامر الإلهية. عندما أتى لوط إلى سدوم وبدأ في دعوتهم إلى الدين الحق، واجه مقاومة ورفضا من الناس، ولكنه لم ييأس واستمر في توجيههم نحو الخير وحثهم على التوبة والعبادة الصالحة. في ذلك الوقت أرسل الله ملائكته بشكل بشري ليختبروا قوم سدوم ويعاقبوهم على ظلمهم وإثمهم. وعندما وصلوا إلى لوط، ظهرت لهم بصورة غريبة وهم في مظهر جميل. رأى لوط الملائكة وعرف أنهم غرباء، فخاف على سلامتهم واستضافهم في بيته. وبعد وقت قصير تجمعت حشود من الناس من سدوم وأحاطوا ببيت لوط، يطالبونه بإخراج الغرباء لكي يستمتعوا بهم جنسيا. لكن لوط عليه السلام رفض طلبهم وحاول إقناعهم بأن هذا العمل محرم ومنكر، وحذرهم من غضب الله القادم. ولكن الناس رفضوا الاستماع وازدادوا في إصرارهم. في الليلة التي سبقت العذاب، أوحى الله للوط أن يرحل هو وعائلته والمؤمنين الذين آمنوا به، وأن يتركوا المدينة قبل صباح الغد. وعندما أخبر لوط عائلته بذلك، كانوا قلقين ومترددين، ولكنهم أطاعوا أمر الله واستعدوا للرحيل. عندما جاء صباح الغد، أخذتهم الملائكة بأيديهم وأخرجتهم من المدينة وأبعدتهم عن المنطقة المهددة بالعذاب. وعندما بدأ الله في تنفيذ عذابه، دمر سدوم والمدن المجاورة بزلزال شديد، وأمطر عليها حجارة من القمر وخراب. لكن زوجة لوط لم تستطع أن تقاوم الشهوات والفضول، ونظرت إلى الوراء على المدينة المدمرة، فتحولت إلى عمود من الملح كما أمر الله. واستمر لوط وعائلته في الرحلة نحو المكان الآمن، وهناك استقروا وعبدوا الله وحده. وبالرغم من المحن التي واجهوها، نالوا رحمة الله وحمايته وظلوا مؤمنين صادقين. تعلمنا من قصة لوط عليه السلام العديد من الدروس، مثل أهمية الإيمان والتوبة، والاستقامة في ظل المحن والتحديات. كما تذكرنا بأن الله لا يهمل الصالحين ويعاقب الظالمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. أكيد أن هذه القصة أعجبتكم، فلا تنسوا الاشتراك في قناتكم حكم وقصص.